ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله عراقيه مكوناتها موجوده في كل بيت مصري، وهي المجدره. المكونات هي كوبايه عدس ونص كوبايه برغل. البرغل ده بيشبه للفريك، بس هو مش فريك، هو البرغل غير الفريك. يتباع عند اي عطار. ومعانا ميه مغليه وزيت وملح. والبرغل ده يمكن يتباع في اي سوبر ماركت يعني. هنا هنجيب حله ونضيف عليها البرغل، بس نص كمية البرغل، علشان لازم العدس يبقى اكتر من كمية البرغل اللي معانا. ضفنا نص الكمية دلوقتي، وبعد كده هنضيف العدس ونخلي حباية. هنا هنخلطهم مع بعض ونشوف اذا كان هنضيف باقي العدس ولا لأ. فهنا محتاجين ان احنا نضيف باقي العدس الباقي. لازم العدس يبقى اكتر من كمية البرغل اللي معانا. وهنا هنضيف الملح. وهنا بعد ما حطينا الملح هننزل بالمية المغلية واحدة واحدة لغاية لما نتأكد ان المية غطت البرغل والعدس كله. وهنا هنضيف الزيت عليه ونحركه ونغطيه، واول ما يغلي نوطي النار عليه. وهنا بعد ما الجدارة ما غليت، اللي هو العدس والبرغل مع بعض، لازم نحركه علشان ما يلسكش في الحلة ويبقى معانا بنفس الشكل ده. ولحد لما المجدرة تطيب على النار بنحضر المقبلات اللي هي الخيار مخلل اخضر، زيتون اخضر، زيتون اسود، جزر، فلفل، اي حاجة عندك في البيت هتسد يعني. وبعد دقايق بنكشف الحلة ونشوف المجدرة عايزة مية ولا لأ. هنا فعلا محتاجة مية، هنزود لها مية مغلية. وهنا بعد ما ضفنا المية المغلية عليها هنغطيها. وهنا بعد ما العدس طاب او المجزرة طابت، بقت اتخن من العدس شوية، تقيلة يعني شوية، قوامها تقيل شوية. وده الشكل النهائي للمجزرة، او بالمصري العدس بالبرغل. وزي ما انتوا شايفين شكلها حلو وجميل وشيك كده بالمقبلات اللي معاها. وبصراحة دي كانت أكلة حلوة كده من أخت عزيزة عليا، غالية عليا، حبيبتي بعتتها لي، وتسلم يديها يا رب وخلاها لينا. وألف هنا وشفا في اللي شافها وفي اللي هياكلها. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا.